بيبدأ الفيلم سنة 1963 بلقطات من فيديو قديم في المكسيك، وبيكون عالم آثار اكتشف مكان صندوق غريب وحواليه جماجم كتير، والعالم ده بيكون اسمه أرثر. وبعدها بنشوف بنت قاعدة في سكن البنات لوحدها ومرعوبة بسبب الحاجات الغريبة اللي بتشوفها، فبتتصل على أبوها وفجأة بيرد عليها صوت غريب وبيقول لها إن أبوها مش موجود دلوقتي، ولكن البنت بتكون محتاجة تتكلم مع أي حد، تفضل تتكلم مع الشخص ده عن الأحلام الغريبة اللي بتشوفها، وبتقول له إن هي بتشوف الأحلام دي من ساعة ما وصلت هنا، وفجأة بتشوف آثار أقدام شخص غريب على الأرض وبتحس إن في حاجة مش طبيعية وفي حد بيتحرك حواليها، فبتروح ناحية مصدر الصوت اللي هي سامعاه وبتشوف الصندوق اللي شفناه من شوية، وفجأة الصندوق بيتحرك ومرة واحدة بيظهر شخص غريب من وراها وبيسحبها وبيقتلها. وبعدها بنتعرف على أمبر، ودي بتكون مهاجرة غير شرعية من المكسيك وبتكون قررت تهاجر لأمريكا بعد ما والدتها توفت، وبنشوفها وهي بتتمشى لوحدها في الشارع. وبعدها بتروح أمبر لشغلها في مصنع ملابس، وبالصدفة بتلاقي إعلان لسكن بنات متعلق على الحيطة، والغريب إن الإيجار سعره منخفض جدا، وبتكون دي فرصة كويسة جدا قدامها عشان توفر فلوس، فبتاخد الإعلان ده وبتروح لمكان السكن وبيستقبلها ريد صاحب السكن، وبيكون واضح من طريقة كلامه إن وراه سر كبير وخطير. فريد بيقول لها إن مفيش غيرها في السكن هي وبنت اسمها فيريا، فبالتالي مش هتعاني خالص من أي إزعاج أو قلق، وبيقول لها إن البنت دي مش بتعرف تتكلم إنجليزي كويس لأن هي مش أمريكية. وبعدها بيسألها عن جنسيتها فبتكذب عليه وبتقول له إن هي من جنوب أمريكا. فريد بيطلب منها الإيجار مقدم شهر، ولكنها بتضطر تدفع له الإيجار عشان ما يطردهاش. وبالليل بتكون أمبر قاعدة في أوضتها وبتسمع رسالة صوتية مسجلة من والدتها لما كانت بتقول لها إن هي مريضة جدا وبتطلب منها ما تسيبهاش لوحدها في المستشفى، وبيكون واضح جدا على أمبر الندم، وفي نفس الوقت بتكون مفتقدة والدتها جدا لأن هي دلوقتي اتبهدلت من بعد موتها. وفي اللحظة دي بتسمع أمبر صوت غريب فبتروح تشوف مصدره، وبتلاقي فيريا منهارة من العياط في أوضتها وبتكلم نفسها، ولكن أمبر مش بتحط الموضوع في دماغها وبتفضل تتفرج على صورها هي والدتها لحد ما بتغمض عينيها علشان تنام. والغريب إن هي بتبدأ تحس إيد والدتها على راسها في نفس اللحظة دي، وطبعا بتتخض جدا وبتخاف. وتاني يوم بتنزل أمبر لشغلها وهي مستعجلة، وغصب عنها بتخبط في فيريا فبتعتذر لها وبتقول لها إن ريد قال لها إن مفيش غيرهم هما الاتنين في السكن، فبتبص لها فيريا بشكل غريب وبتقول لها إن هو كذاب لأن هما مش لوحدهم هنا، وبتسيبها وبتمشي. فطبعا أمبر هنا بتستغرب وبتفتكر إن هي مجنونة. وبعد شوية بتوصل أمبر لشغلها وبتفضل تفكر في كل الأحداث الغريبة اللي بتحصل، وتفكيرها بيتشتت وبتبوظ الشغل، فمديرها بيروح يزعق لها عشان تركز، وأمبر بتعتذر له وبتوعده إن الغلطة دي مش هتتكرر مرة تانية. وفي وقت الاستراحة بتروح أمبر تتكلم مع صديقتها كينسي وبتسألها عملت إيه في حوار بطاقة الهوية المزيفة، فكينسي بتقول لها إن سعر البطاقة غالي جدا لأن الشخص اللي هيعمل لها البطاقة طالب مبلغ كبير. وبعد الشغل بتروح أمبر تتعشى مع قريبها بيتو، وبنعرف إن هو متجوز ست أمريكية، ولكن واضح إن هي مش بتحب أمبر وبتعاملها بشكل غريب. فبيتو بيطلب من أمبر ما تقلقش من مقابلة يوم الجمعة لأنه مخطط لكل حاجة. ولما بترجع أمبر للبيت بتسمع صوت دوشة جاي من عند القابو، فبتروح لباب القابو عشان تشوف في إيه بالظبط، وبتلاقي آثار مخالب على الباب. وفي اللحظة دي ريد بيشوفها وبيقول لها إن المكان ده محظور على السكان، وبيطلب منها ما تجيش ناحية القابو تاني. فأمبر بتعتذر له بسرعة وبتطلب منه هي مكسوفة إن هو يرجع لها مقدم الشهر لأن هي محتاجة الفلوس جدا. فبيقول لها ريد إن هو كان نفسه يساعدها ولكن للأسف هو صرف كل الفلوس على تجديد السكن. فبتروح أوضتها وبتحسب الفلوس اللي معاها وبتلاقيها قليلة جدا ومش هتكفي فلوس البطاقة. وفجأة بتسمع صوت جاي من أوضة فيريا فبتروح لها لكنها بتلاقيها مش موجودة، فبتستغرب جدا. وبنشوف أمبر وهي بتحلم بأمها وبتكلمها عن صندوق معين، فبتقوم أمبر مخضوضة من النوم وبعدها بتروح لشغلها وبتطلب من صاحب المصنع فلوس سلف، لكنه طبعا بيرفض طلبها وبيقول لها ان هو ممكن يساعدها ويخليها تشتغل في قسم التغليف عشان يزود لها المرتب. فبتضطر توافق على طلبه وبتروح تغلف البضاعة، وفجأة بتحس ان في حد بيلمس كتفها فبتتخض وبتلف بسرعة ولكنها مش بتلاقي اي حد. وبالليل بعد ما بتخلص شغل بتروح تقابل كينسي فبتسألها هي ليه مهتمة قوي بحوار بطاقة الهوية، فبتقول لها ان بيتو جايب لها وظيفة محترمة ولكن من شروط الوظيفة ان هي تكون امريكية، وللاسف هي كذبت عليه وفهمته ان معاها الجنسية وان هي كمان مولودة في امريكا. وطبعا لو بيتو كشف كذبتها مش هيساعدها مرة تانية، فكينسي بتقرر تساعدها وبتطلب منها تدفع الفلوس اللي تقدر عليها وهي هتكمل الباقي منها وهتطلع لها البطاقة. فبتفرح جدا وبتشكرها وبتديها كل
الفلوس اللي معاها وبترجع للسكن وهي سعيدة جدا. وفي الطريق بتحس ان في حركة غريبة وراها، ولكن لما بتلف مش بتلاقي حد، فبتكمل ماشي لحد ما بتوصل للسكن. لكننا بنشوف كائن شكله غريب بيراقبها من بعيد، واول ما امبر بتدخل من باب السكن بتسمع صوت دوشة غريبة، وفجأة الصوت بيختفي مرة واحدة. فبتروح للمطبخ وبتلاقي بنتين جداد في السكن وبيكون اسمهم بترا وماريا، وبيعرضوا عليها تشرب كاس معاهم، لكنها بتقول لهم ان هي شربت كتير النهارده ولو تقلت في الشرب مش هتقدر تروح للشغل تاني يوم. وبعد شويه ريد بيجي يقف معاهم وبيقول للبنتين ان اوضهم جاهزه، فبيطلعوا على اوضهم، وانبر بتعرف ريد ان هي شافت راجل غريب معاهم في السكن، بالرغم من ان هو اكد لها ان ده سكن بناته بس ومفيش اي رجاله غريبه بتدخل هنا. فريد بيقول لها ما تقلقش لان ده اخوه بيكر وهو شخص مريض ومش بيتعامل مع الناس اصلا، فمفيش منه اي قلق. وتاني يوم بتتصل انبر على كينسي ولكنها مش بترد عليها، فبتروح تسال المدير لو شاف كينسي النهارده، فالمدير بيعرفها ان كينسي بعتت له رساله وعرفته ان هي استقالت من الشغل. وطبعا انبر بتفهم ان هي اتنصب عليها، فبترجع وهي منهاره وبتلاقي ريد في وشها وبتساله عن مكان فيريا، فبيقول لها ان هي سابت السكن من كام يوم، وبيعرفها ان هو ممكن يديها فلوسها بكره لان ظروفه الماديه اتحسنت، وده لان البنات الجديده اللي وصلوا السكن دفعوا الايجار. وبعد شويه بنشوف انبر وهي نايمه وبتحلم بكابوس، فبتقوم مخضوضه من النوم وبتحس ان في صوت غريب في الاوضه، وبتقوم تشوف ايه مصدر الصوت ده، فبتلاقي ستات شكلها غريب بيظهروا قدامها وبيقولوا لها ان الوقت قرب وانهم عاوزين يجهزوها. وطبعا انبر بتخاف جدا لما الستات بيقربوا منها ولكنهم فجاه بيختفوا، فانبر بتهرب من الاوضه بسرعه لحد ما بتوصل عند القابو وبتشوف قدامها بنت بتعيط، وفجاه البنت دي بتتسحب للقابو، فانبر بترجع اوضتها بسرعه وبتلم هدومها وبترن على بيتو وبتطلب منه يجي ياخدها حالا، وده لان هي في خطر، فبيقول لها تتصل على الشرطه بسرعه. فبتضطر انبر تعترف له بحقيقه ان هي مهاجره غير شرعيه وان هي مش امريكيه ولا حاجه، واضطرت ان هي تكذب عليه لان هي محتاجه الشغل. ولكن بيتو بيقول لها ان هو مسافر بره المدينه ومش هيقدر للاسف يساعدها في الوقت الحالي. فبتروح انبر تخبط على اوضه ريد علشان تاخد فلوسها، فاخوه بيكر بيفتح لها وبيقول لها ان هو مش موجود وبيتعامل معاها بطريقه غريبه جدا، وبيقفل الباب كمان في وشها. فبتنزل انبر تركب المترو وفجاه بتبدا تشوف هلاوس غريبه عن شبح والدتها وبتخاف جدا وبتحس ان هي بدات تتجنن. وبتوصل للمطعم وبتقابل ريد وبيعرفها ان هو ساب فلوسها في السكن، وبيقول لها ان هو اتخانق مع اخوه لان هو ما كانش عاوز يرجع لها فلوسها، وبيعرفها ان بيكر مريض جدا وعشان كده يمكن يكون تصرفاته غريبه شويه. وبنلاحظ ان في اثار دم على وش ريد وباين كده ان اخوه بيضربه، وبيطلب منها تيجي معاه للسكن عشان يديها فلوسها، فبتضطر ان هي توافق. وبعد شويه بيوصلوا للسكن وبيطلب منها تدخل اوضتها وهتلاقي الفلوس جوه، ولما بتدخل تدور على الفلوس مش بتلاقي اي حاجه، فبتفهم ان هو خدعها، ولما بتحاول تمشي بيمنعها وبيعرفها ان بيكر محتاجها لان هو مريض جدا وهو ده علاجه الوحيد. وبعد شويه بيكر بيدخل عليها الاوضه وبيفتح لها بقها بالعافيه وبيشربها خمره وبيسيبها وبيمشي. وبعدها ماريا وبترا بيدخلوا اوضتها وبيتكلموا مع بعض عن الاحداث الغريبه اللي بتحصل في السكن، والغريب هنا ان هما التلاتة بيحلموا دايما بنفس الاحلام وبيشوفوا في احلامهم صندوق غريب، فبيخططوا انهم يهربوا مع بعض لما الاخين يناموا. فبتنام انبر بعدها غصب عنها من كتر التعب وبتحلم بكوابيس مرعبه، وبتصحى على صوت صريخ البنتين وبتلاقي ريد وبيكر بيسحبوهم لبره، ولما بتروح تنقذهم بيكر بيضربها وبيوقعها على الارض. وفي نفس اللحظه بيوصل بيت للسكن وبيخبط على الباب، فبينزل ريد يفتح له وبيقول له ان انبر مش موجوده، لكن بيت بيشوف الجاكيت بتاعها على الارض فبيفهم انه بيكذب. وفجاه بيت بيسمع صوت صريخ انبر وبيلا وهي بتستنجد بيه من ورا الشباك، فبسرعه بيت بيقتحم السكن لحد ما بيوصل لاوضتها وبيحاول يفتح لها الباب، ولكن للاسف بيكر بيوصل عنده وبيفضل يضرب في بيت لحد ما بيخلص عليه، وبيطلب من ريد يروح يجهز البنات لان الوقت قرب. وبنعرف ان ريد وبيكر كانوا بيجذبوا البنات للسكن عشان يستخدموهم في طقوس التضحيه ويقدموهم للوحش اللي جوه الصندوق. وبعد شويه بيروح بيكر وينزل بنت من البنات للقاب، وبيقرب ريد من انبر وبيحط تراب على جسمها ووشها وبيقول لها ان والدهم عالم الاثار ارثر لقى الصندوق ده زمان، وبعد ما لقاه جابه للبيت وبدا يقتل الستات ويقدمهم قربان للوحش اللي جوه الصندوق، ومراته كمان كانت بتساعد. وبنعرف ان اي حد بيقدم اضحيه للصندوق ده بيخف من اي مرض، وعشان بيكر مريض وما كانش معاه فلوس كفايه للعلاج قرر يقدم الضحيه للصندوق، وبالفعل حالته بدات تتحسن. وبعدها بيكر بيوصل عندها وبيشيلها على كتفه وبينزلها للقبو، وبتشوف انبر كل اشباح الستات والبنات اللي ماتوا هنا. وبتوصل انبر للقبو وبتشوف صاحبتها بتتسحب على الارض من غير راس، وبعدها بيكر بيربطها على السرير وبيفتح الصندوق وبيخرج بره الاوضه وبيروح يجهز البنت التانية، وبتفضل انبر تشوف هلاوس غريبه
غريبة وتتخيل ان بيتو لسه عايش وبينقذها وبتهرب معاه، وفجأة بتحلم ان هي في المستشفى مع والدتها وبتطلب منها ما تسيبهاش وتقعد معاها. وفي اللحظة دي الوحش بيخرج من الصندوق وبيستعد عشان يقطع راس أمبر، وكل ده وأمبر نايمة وبتحلم بوالدتها. وفجأة والدة أمبر بتتحول لكائن شرير وأمبر بتفضل تخنق فيها لحد ما بتموتها، وبتفوق أمبر من الكابوس ده وبتلاقي الوحش اختفى. والسبب في ده ان الوحش بيظهر لها في صورة شخص كانت عارفاه في الحلم، ولو الشخص ده قضى عليها في الحلم فالوحش هيقتلها، لكنها لو قاومت مخاوفها في الحلم وقتلت الشخص ده وقتها هتنجو من الموت. فبتطلع أمبر للضوء اللي فوق وبتجيب عصاية وبتضرب ريد لحد ما بينهار على الأرض، وبتدخل في اشتباك مع بيكر بس هو بيكون أقوى منها وبيكسر رجلها وبيقرب منها علشان يقتلها، وبيروح يسحب أمبر لكنها بتاخد قطعة إزاز من على الأرض وبتدافع عن نفسها، وبتقوم تاني وبتفضل تضربه بالعصاية لحد ما بتموته. والوحش بيخرج وبيقطع راس ريد، وبتخرج أمبر من القاب وهي في حالة صدمة كبيرة جدا. والغريبة ان الكسر اللي في رجلها اتعالج وعروق وشها بتظهر زي ما كان بيحصل مع بيكر لما كان بيقدم التضحيات للصندوق، فبتحس بسعادة غريبة جدا وبتعرف ان هي لازم تستمر في الموضوع. وبكده بيخلص فيلمنا النهاردة. سلام.